ديمون سلاير وحش ومفيش حاجه شايلاه غير الانيميشن. دي الكومنتات اللي عماله تجيلي على الفيديوهين اللي عملتهم عن ديمون سلاير، وانا اصلا في الطبيعي مش بتكلم عن انمي. كانت مره من نفسي برغي في انمي بحبه لسه نازل، بس يجي لك كومنتات القصه زج ومفيش حاجه في الانمي حلو غير الانيميشن. ودول ناس بستغربهم جدا، عشان اول حاجه لو انت مش عاجبك الانمي ما تتفرجش عليه يا اخي، وخلي اللي بيحبه يحبه. لكن لا، الناس دي ما بتحبش السلام، تحس انها بتدور على كل فيديو بيتكلم عن ديمون سلاير ويكتبوا الكلام ده. والاسوأ انهم بيتفرجوا على الفيلم اول ما ينزل وبيقروا المانجا. طب ازاي ما هو مش عاجبك؟ تاني حاجه ان هو متشال بالانيميشن بتاعه، وانا مش عارف هو ليه ده انتقاد اصلا. ليه دي حاجه وحشه ان انمي يتشال بالانيميشن بتاعه؟ انت كانك بتشتكي من فيلم كوميدي ما فيهوش حاجه حلوه غير الكوميديا. انا بجد عمري ما هفهم الانتقاد ده غير انه اصلا القصه مش وحشه، هي بس بسيطه وبتأدي الغرض، وساعات هو ده كل المطلوب. ساعات كل اللي احنا محتاجينه هو ناس طيبين وناس اشرار بيتخانقوا مع بعض. مش لازم كل قصه تبقى في عمق اتاك اون تايتن عشان تبقى مؤثره وحلوه. وده غير اصلا ان كل شخصيه ليها عمق ودافع معين وقصه وراها، ما عدا ميتسوري. يعني انت ازاي شايف ان قصه اجازا او قصه يوريتشي ما فيهمش عمق ولا كتابه؟ فانا شايف ان الناس دي هي بس مختلفه لسبب الاختلاف. وغالبا في الكومنتات دلوقتي الناس هتهاجمني وتقول لي انك ما بتتفرجش على انمي حلو وما بتفهمش حاجه، مما يثبت نقطتي اكتر عن ان الناس دي مش مهتمه بالراي الاخر ورايهم هو الوحيد اللي صح.